استاذ احمد خالد موسى، مخرج مسلسل العتاولة، الريفرنس بتاع اللبس بتاعكم الاسكندراني ده منين؟ اصلا انا اسكندرانية. احنا ما بنلبسش عبايات وما بنلبسش عريان، يعني احنا كاسكندرانية والله احنا بنلبس محتشم اكتر من الكهروية كمان. تخيل بقى، ما عندناش بنت بتمشي بحاجة ضيقة كده وملبوسة بتلبيسة خالص، ولا بتمشي تتقصع خالص، ولا بيبقى ناقص لها ملاية لف خالص. فالمرجع بتاعكم عن اللبس الاسكندراني في 2025 كان ايه؟ يعني حكاية راية وسكينة ولا كانت ايه؟ طب عشان انا مش عارفة. ولا بنات بحري كده برضو، عشان في ناس تقول لك اه اسكندريه والله بنات بحري محترمين جدا ما بيلبسوش كده خالص. وده مش تقليل من ان واحده تلبس فستان او دريس او بس ده مش احنا. ده مش احنا خالص. انا معرفش مين الناس دي، انا معرفش انتوا جايبينهم كلهم، ومين الرقصات دي. يعني مين الرقاصه اللي ماشيه 24 ساعه بترقص دي؟ انا معرفهمش، ما شفتهمش في حته. ولا شفت الرقاصة طول الوقت لابسة كده طول الوقت في الشارع، في البيت، في الحتة راح تزور حد. ما فيش حاجة اسمها كده. يعني مش معقول الرقاصة بتمشي تقول ان انا رقاصة. يعني مين اللي ماسك سكريبت اللبس؟ طيب نتفاهم معاه. حصل غلطة في السكريبت وانتوا بتصوروا في اسكندرية، هل شفتوا اي بنت ماشية على البحر لابسة اللبس اللي انتوا حاطينه في المسلسل ده؟